من غير فراخ ولا لحمة هتعمليها وتشبعي الكل بيها. الكوبيبة الغمراوي. وبما اني بقى من الدقهلية والكوبيبة الغمراوي اصلها دقهلاوي، فما كانش ينفع ابدا اعديها كده من غير ما اعمل لكم الكوبيبة الغمراوي. اعملها بدون اي لحوم نهائي عشان بقى الظروف الاقتصادية اللي احنا بنعيش فيها، وسعر اللحمة اللي بقى مبالغ فيه بصراحة وبقى سعرها مولع نار. فقررنا ان احنا نستغنى عنها ونعملها بدون اي لحوم نهائي. يعني بفضل الله حصري وعندي أنا بس، مش هتلاقيها عند أي حد تاني على كل مواقع التواصل إن حد يكون عاملها بدون أي لحوم. فبجد الفيديو يستاهل إنك تعملوا لايك وشير وتشوفوا الفيديو ياريت للآخر عشان تستفادي منه إن شاء الله. ويلا بينا بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونروح على الفيديو بتاعنا على طول. أول حاجة هنا عندي بصلاية كبيرة هقطعها كده، وهستخدم الكبة بتاعتنا العادية دي. لو عندك مفرمة في البيت ممكن تعمليها فيها. عندي هنا حوالي 5 6 فصوص من الثوم، وحوالي نص حزمة من الشبت والكزبرة. تمام. انا حطيت شوية في الاول كده وكملت الباقي قطعته وحطيته. تمام كده. بعد كده عندي التوابل بتاعتي: معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من 7 بهارات، معلقة كبيرة من بهارات الكفتة المشوية بتدي طعم حلو جدا. وبما اننا عاملينها من غير اي لحوم فلازم نبهرها كويس جدا. تمام. بعد كده هناخد كمية الملح على حسب الكمية اللي احنا عاملينها. كده هننزل بحوالي معلقة صغيرة كده من البابريكا المدخنة او البابريكا العادية زي ما تحبي. لو بتحبي الكوبيبة بتاعتك تكون مشطشطة تحط قرن فلفل شطة احمر او اخضر، او ممكن تحط هريسة شطة، بصراحة بتظبط الطعم جدا. بس انا متجنبة الشطة خالص عشان ولادي عندهم حساسية فما بقدرش ان انا احط شطة. بعد كده عندي رشة من جوز الطيب. تمام. وبقية الحزمة نص الحزمة من الخضرة انا حطيتها كده ورحت فرمتهم في الكب ناعم كده زي ما انتوا شايفين. هنزل التوابل بتاعتي او التتبيلة بتاعتي دي في طبق كده، وهاخد عندي حوالي نص كيلو من الرز. دول كانوا 3 كوبايات من الرز، نقعتهم لمدة ليلة كاملة. وبعد كده صفيت الرز، شايفين بقى طري جدا زي ما انتوا شايفين. صفيت الرز كده مفيش فيه اي مية خالص، عايزاه يبقى ناشف. هاخده واروح افرمه في الكبة لحد ما ينعم معايا تماما. خلاص كده. كل ما كان الرز ناشف معاكي شوية بيتفرم معاكي بمنتهى السهولة، وكل ما نقعتيه فترة كويسة او مدة كبيرة بيتفرم معاكي بمنتهى السهولة، مبياخدش معاكي وقت، وكمان ما بيغلبكيش في الفرم. بعد كده بقى الرز عندي بعد ما فرمته ناعم جدا كده زي ما انتوا شايفين، هنزله على التتبيلة بتاعتي، هديهم تقليبة مع بعض وهرجع احطهم في الكبة تاني. ممكن تحطي التتبيلة على الرز بعد ما يتفرم وتفرموهم في الكبة على طول، يعني تستغنى عن الخطوة دي. بس انا بشوف ان انا يعني الخطوة دي بتدي، يعني بتدخل المكونات في بعضها كويس جدا كده، وبتشم الريحة وبتعمل طعم بجد خطير جدا للكفتة. خلاص. هزود كمان شوية من التوابل عندي في كزبرة ناشفة، وكمان معلقة كمان من البهارات الكفتة المشوية، اديهم تقليبة مع بعض كويس جدا كده بحيث ان كل الحاجات تدخل في بعضها. وهرجع احطها في الكبة تاني وهفرمها ناعم على قد ما اقدر. انا عايزاها تبقى ناعمة عشان ما تفكش معاكي وانت بتسلقيها، وكمان عشان ما تبقاش جرشة كده. خلاص. وعموما انتي لو نقع الرز كويس ما بياخدش معاكي وقت في الكب، هو 5 دقايق بس كده بتبقى ناعمة معاكي. هفرمها كويس جدا وهتبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله طالعة قوامها مظبوط جدا جدا زي ما انتوا شايفين، ونعمتها على قد ما قدرت كده. خلاص. وكمان نص كيلو الرز عامل لي كمية كبيرة ما شاء الله، حوالي 2 كيلو من الكوبيب. شايفين ناعمة جدا اهي قدامكم، وقوامها مظبوط جدا من غير ما نحطها في تلاجة ولا اي حاجة. لو لقيتي ان العجينة مرقة معاكي او مش يابسة بالشكل ده ممكن تزوديها معلقتين 3 من البقسماط او معلقتين 3 كده من دقيق الرز الموجود عندك. خلاص. هي كده مظبوطة معايا، مش محتاجة اي اضافات خالص. هاخدها بقى احطها في طبق وهشد عليها ستريتش
وهسيبها في التلاجة ممكن ساعة أو ساعتين تشد معايا كده، مينفعش اشتغل فيها على طول بعد ما افرمها. تمام. على الأقل ساعة في التلاجة. هاخدها بقى أنعمها في بعضها كده أو أعجنها كويس جدًا كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنطلعها من التلاجة ونبتدي إن إحنا نشتغل فيها. خلاص أنا كده شديت على الstretch هاحطها في التلاجة ساعة، عقبال ما أحضّر باقي الحاجة بتاعتي. عندي هنا بقى في الحلة اللي هنسوي فيها الكُبّيبة بتاعتنا، عندنا طماطماية وكمان جزراية و بصلاية. خلاص. هاخد عليها التوابل بتاعتي بقى اللي هي ايه، ملح وفلفل اسود وكمان بابريكا مدخنة وكزبرة ناشفة ومعلقة من مرقة الفراخ الفورية او بهارات الكفتة المشوية. خلاص. وهحط الملح المناسب لكمية الشوربة او المرقة اللي احنا هنعملها. تمام كده. رشة جوزة الطيب ومش هحط توابل تاني. بعد كده هنزل بمعلقة من البابريكا زي ما قلتلكوا عشان تدي لون حلو للمرقة بتاعتنا. خلاص كده. وكمان معلقة كبيرة مليانة كده من صلصة الطماطم العادية بتاعتنا. خلاص كده. هبتدي بقى ان انا اكور الكبيبة بتاعتي، وعندي هنا زيت لازم ابل ايدي كده بالزيت واغلف كل قطعة من الكبيبة بالزيت كويس جدا عشان لما ارصها فوق بعضها ما يلزقوش في بعض في اثناء التسوية وتطلع معاكي بمنتهى السهولة. هرصها كده جنب بعضها زي ما هنشوف مع بعض كده. هي دي الطريقة المشهورة للكبيبة الغمراوي، لكن انا كشيماء بفضل جدا جدا ان انا اعمل التتبيلة اللي انت شفتوها دي، اللي هو البصل والطماطم والجزر والتوابل، واحط عليها المية، ازود عليها المية وشوية كده من مرقة مثلا اللحمة او مرقة فراخ او اي مرقة موجودة عندك، واديهم غلوة او غلوتين على البوتاجاز، وبعد كده اسقط فيها الكبيبة بتاعتي. بكون مقرصاها كده، بعملها اقراص وارصها مرة واحدة، وابتدي ان انا اسقطها في الشوربة او المرقة اللي احنا عملناها دي واحدة واحدة كده. بصراحة بتدي النتيجة افضل بصراحة، لكن انا عملتها على اصولها زي ما بتتعمل. في مرة تانية ان شاء الله لما نيجي نعملها هعملها لكم بالطريقة التانية. انا المرة دي عملتها مسلوقة بس، والمرة الجاية ان شاء الله هعملها لكم مسلوقة وكمان مقلية، بقليها بالبيض كده بتبقى بجد خطيرة. لو جربتي تعملي الكبيبة الغمراوي بجد هتدمنيها، سهلة وسريعة واقتصادية، مفيش فيها اي لحوم خالص، يعني حاجة كده موفرة من ولا حاجة. عملت 2 كيلو من الكبيبة بنص كيلو من الرز بس او 3 كوبايات من الرز. عملتي حلة كده ما شاء الله ممكن تكفيكي يومين، وانت أسرة متوسطة 4 أفراد ممكن تكفيكي يومين. لو أسرة كبيرة ما شاء الله يعني تكفيكي يوم يعني، وتكفي وتفيد كمان. شايفين بقرصها كلها كده زي ما انتوا شايفين وبرصها. تمام. وهنبتدي ان احنا نسويها بقى زي ما قلتلكوا. الافضل ان انتوا تحطوا التوابل او الخضار اللي انا قلتلكوا عليه، تحطوا المرقة والمية، تحطها على البوتاجاز تاخد غلوة او غلوتين، وبعدين تسقطوا فيها اقراص الكوبيبة. تمام كده. وتسيبيها على نار متوسطة بقى تستوي على مهلها، عايزاها تبقى مستوية جدا. خلاص. لو لقيتي ان المية او المرقة بتاعتها ابتدت تنشف معاكي كده، تهدي عليها تستوي على الاخر، وبعد كده تبقى جاهزة معاكي. عايزة اقول لكم ان انتوا تزودوا المرقة شوية، لان المرقة بتتقل بعد كده. المرقة دي بجد بيبقى طعمها احلى من الكفتة نفسها، واخدة كل الأطعم اللي موجودة في والتوابل اللي موجودة في الكفتة، وحاجة كده بجد لذيذة. انا زودت مرقة فراخ كده او مرقة لحمة زي ما قلتلكوا اللي موجودة عندكم، وشوية من المية، وظبطت الملح بتاعي ورفعتها على البوتاجاز. استوت على مهلها على نار متوسطة كده، ودي المرقة بتاعتها. صفيتها كده زي ما انتوا شايفين. المرقة بتاعتها بجد خطيرة خطيرة خطيرة، طعم وريحة كده وحاجة كده الله أكبر. سواء عملتها بالطريقة دي أو عملتيها بالطريقة التانية،
الاتنين هيدّيكوا نفس النتيجة، لكن في التسوية الطريقة التانية أفضل طبعًا، هتقرّصي وتسقطي ال المرقة، لكن النتيجة واحدة. خلاص، أنا سويتها كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وهابتدي إن أنا أطلّعها هاقدّمها بقى زي ما أنتم شايفين، سواء بقى تقدّميها مسلوقة أو تقدّميها محمّرة بالبيض كده زي ما تحبّوا. عندي بقى هنا خدت شرايح من الجزر اللي إحنا كنا حاطينها في أرضية الحلة، وعندي هنا بصل مع بقدونس كده وسُمّاق دعكاهم يعني دعكت البصل والبقدونس بالسُمّاق كده وملح ورشة ليمون عصرة ليمون وطماطماية كده عملتها شرايح بدون القلب بتاعها. بس كده وقدّمتها كده بالهنا والشفا، بجد طعمها خطير جدًا، جدًا، مُشبعة جدًا، جدًا، يعني أنتم ممكن تاكليها كده بالشوكة والسكينة بدون أي إضافات جنبها، يعني مش محتاجة لا رُز جنبها ولا أي حاجة، هي كده تتاكل لوحدها. خلاص،